السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. غيكون شويه شامل، غنهضروا فيه على الكل من زكريا ابو خلال وسفيان بوفال والاداء ديال كل من حكيمي وسفيان امرابط في المباراه الاخيره ديالهم، وايضا الاصابه ديال امين حاري. لكن قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. تم تاكيد جاهزيه كل من زكريا ابو خلال واللاعب سفيان بوفال للمشاركه في مونديال قطر، حيث ان اصابه كل منهم لم تكن مقلقه، حيث أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الإصابة التي تعرض لها لاعب تولوز زكريا أبو خلال ستشكل خطر على مشاركته. لكن بعد الفحوصات تبين العكس، وتبددت كل المخاوف التي كانت تحوم حول عدم مشاركته مع المنتخب المغربي. ويرجى الذكر أنه أصيب في مباراة يوم السبت التي شهدت خسارة فريقه بنتيجة 2-1 أمام نادي ستاد رين. أما بالنسبة لسفيان بوفال تم استبعاده من لائحة الفريق أورنجي، وهذا ما جعل الكل يطرح تساؤلات، خصوصا أن زميله في الفريق والمنتخب الوطني اللاعب عز الدين أناحي التحق بالأسود مع بعثة المنتخب الوطني إلى الدوحة. إلا أن تم تأكيد جاهزية سفيان بوفال على موقع فوت ميركاتو أن جاهزية اللاعب أصبحت 100% للمشاركة رفقة المنتخب المغربي. أما بالنسبة للغياب عن مباراة الأمس فهو كان راجع إلى شعور اللاعب بانزعاجات على مستوى عضلات الساق. أبدى اللاعب المغربي سفيان أمرابط أداء جيدا مع فريق فيورنتينا رغم الخسارة بنتيجة 2-0 أمام فريق إي سي ميلان، وكانت ظروف المباراة جيدة بالنسبة للاعب، وانتهت المباراة بعدم تعرضه للإصابة، وهذا أمر جيد مع تقديمه أداء جيد وحقق تقييم 7.1 في هذه المباراة. أما على مستوى الدوري الفرنسي اختتم اللاعب المتألق المغربي أشرف حكيمي مباراته بمستوى جيد مع فريقه باريس سان جيرمان، حيث حقق الفوز على فريق أوكسر بنتيجة 5-0 مع مساهمة أشرف حكيمي في نتيجة المباراة بتسجيله الهدف الثالث وتحصيله على تقييم 7.4. ونبقى في نفس الدوري، لكن هذه المرة بخبر جد سيء، والأمر يتعلق بالإصابة التي تعرض لها اللاعب المغربي ولاعب نادي مارسيليا أمين حاري، حيث خرج مصابا من أرضية الملعب بعد تدخل عنيف من لاعب موناكو أدى إلى إصابة بالغة على مستوى الركبة. وجاء هذا في المباراة التي جمعت بين موناكو ضد مارسيليا، حيث انتهت المباراة بفوز مارسيليا بنتيجة 3-2. أما بالنسبة للحالة الصحية لأمين حارث فبعد الإصابة لم يستطع اللاعب المغربي الوقوف على قدميه، وخرج محملا من الملعب في الدقيقة 61 من المباراة، وتم نقله مباشرة إلى مستشفى وسط دهشة زملائه في الفريق. حسب موقع جول فإن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي قد توصل بخبر مؤسف بعد الفحوصات التي خضع لها أمين حارث على أن الإصابة سوف تحرمه من التواجد في كأس العالم، على أن يتم اليوم أو الثلاثاء على أقصى تقدير تحديد بديله في المنتخب المغربي. وتم التأكيد من طرف صحيفة المنتخب أن تقرير إحدى المصحات في مدينة موناكو الفرنسية أن أمين حارث تعرض لقطع في الرباط الصليبي الداخلي وليس الخارجي، وهو من أخطر أنواع الأربطة، ويشبه ما حدث مع الأسطورة الكروية البرازيلية رونالدو مع الإنتر ميلان. أخيرا نتمنى الشفاء للاعب أمين حارث والرجوع بالصحة والعافية إلى عالم المستطيل الأخضر. إلى هنا ينتهي الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد، وترك تعليق إيجابي واقتراح مواضيع للنقاش.